يعد فيلم بازكاشي بويز الفيلم الأفغاني الأول ليتم ترشيحه للحصول على جائزة الأوسكار. عندي خذ فكر كذب ما مثل غير ويحكي الفيلم قصة طفلين يعيشان في كابول يحلمان بأن يصبحا فرسان بازكاشي، وهي رياضة أفغانية تشبه رياضة البولو، لكنهم يتقاذفون هنا عنزة ميتة عوضا عن الكرة. عندما علمت بترشيحي لنيل جائزة الأوسكار بكيت من شدة الفرحة. وهذا الشاب فؤاد محمدي البالغ من العمر 14 عاما هو أحد نجوم الفيلم المرشح، رغم أنها التجربة الفنية الأولى. فعندما انتشله منتج الفيلم من الشارع تحدثت CNN معه، فأكد لها أن حياته اليومية لم تكن مختلفة عن حياة الشخصية التي قام بتمثيلها. ففؤاد تولى مسؤولية إعالة أسرته المكونة من والدته وأشقائه الخمس وشقيقته الصغرى بعد وفاة والده منذ عدة أعوام من خلال بيع الخرائط. قد يكون وضعي أفضل من غيري، لكن هناك بعض الجوانب السلبية في حياتي. وفاز فيلم بازكاشي بويز بعدد من الجوائز العالمية، والآن رشح لنيل جائزة أفضل فيلم قصير. كما يفكر مخرج الفيلم في اصطحاب فؤاد لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار. أشعر بالسعادة والصدمة لذهابي إلى هوليوود، فهذه ستكون المرة الأولى التي أخرج فيها من أفغانستان. وتمكن فؤاد من خلال تمثيله في هذا الفيلم من الذهاب إلى إحدى المدارس الخاصة، ويعمل جاهدا على تحسين قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. في جعبته العديد من الخطط لدى زيارته إلى هوليوود. أرغب بالاطلاع على عدة أشياء، من ضمنها نوعية التعليم الذي يتلقاه الطلاب، كذلك الالتقاء بممثلين. ويتمنى فؤاد أن يلتقي ممثلا محددا. أريد أن ألتقي برامبو. هل نشهد صعود نجم مثل سيلفستر ستالون؟ فلا شيء مستحيل بالنسبة لهذا الشاب، علاوة على ما يتمتع به من ثقة. سيفوز فيلم بازكاشي بويز بجائزة الأوسكار.